السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الاقلاع في العقبة. غادي نشوفوا هذه العقبة اللي كنشوفوا قدامنا، غادي نوقفوا تما ونشوفوا الطريقة كيفاش نطلع هذه العقبة بلا ما ترجع بيا السيارة للوراء، الطريقة الصحيحة والمضبوطة. غادي نزيد شوية حتى نوصل للوسط ديال العقبة وغادي نوقف. انا دابا نوقف هنايا في العقبة، نشد الفران ديال اليد بامور، نكون داير بامور باش نحيد رجلي على لومبرياج. هيا دابا واقفه بيا في العقبه. دابا كيفاش نقلع في هذه العقبه بلا ما ترجع بيا اللور؟ الا حيدت الفران ديال اليد راه غترجع بيا اللور بواحد السرعه لانها عقبه عاليه. لاحظوا ملي غادي نحيد الفران ديال اليد كيفاش غتجي راجعه بيا السياره. اذا غادي نعاود نشد الفران ونطلع الفران ديال اليد باش نطلق الفران ديال الرجل. دابا انا هنا ما ضاغط حتى على شي حاجه. اذا الطريقه الصحيحه باش غادي نقلع، كاين اللي كيقلع بالطريقه ديال الفران كيخليه مشدود الفران ديال اليد، ولكن انا كنفضل الطريقه ديال الفران ديال الرجل الرئيسي. علاش؟ لان كما قلنا المبتدئين دائما كيكون عندهم واحد المشكل ديال التركيز، ما كيكونش عندهم داك التركيز كافي. باش كنسهلوا عليهم الامر كنحيدوا الفران ديال اليد وكنبقاو شادين الفران ديال الرجل باش التركيز ديالهم والعقل تاعهم يبقى مركز مع الرجلين فقط، بلا ما يبقى يحاول يحيد الفران ديال اليد ويخدم الرجلين في نفس الوقت. غنخليو له التركيز فقط على الرجلين. اذا الطريقه الصحيحه باش غادي نطلع في العقبه، كنجي كنشد الفران ديال الرجل وكنطلق الفران ديال اليد. دابا هي السياره ما غاديش ترجع بيا اللور لانني شاد الفران ديال الرجل. ثاني حاجه كنضغط على لومبرياج، كنجي كندوز المستوى الاول. يعني دابا مدوز المستوى الاول ولكن مازال شاد الفران ومازال رجلي على لومبرياج، يعني مازال ما درت حتى شي حاجه. الخطوه المهمه جدا هي هذه، خاصني نبقى نهز رجلي على لومبرياج بالتدريج باش نوصل لديك النقطه ديال الوصل. غادي نبقى كنهز بالتدريج، ما غاديش تحرك بيا السياره. هنا دابا بديت كنحس بالسياره بدات كتزعزع والصوت ديال المحرك بدا كيتبدل. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نحيد رجلي على الفران بحال هكا. هيا السياره بدات كتطلع، واخا انني ما كسيريت ما حتى شي حاجه. ها رجلي محيده على الاكسيراتور والسياره بحال بدات كتطلع. دابا راني في ديك نقطه الوصل. هنا ضروري خاصني نعاون شويه بالاكسيراتور باش ما تسكتش بيا وباش ما ترجعش بيا اللور. كنكسيري شي شويه وكنلاحظوا ان السياره هي طالعه. دابا ما حدي كنزيد كنكسيري حتى كنحيد رجلي كامل هكا على لومبرياج باش السياره تمشي ديك الساعه مرتاحه. الا كانت هاد العقبه عاليه بزاف وما قدرش انني نكسيري بزاف نبقى طالعها بروميير. كانت هاد العقبه وكان بامكاني انني نزيد كنكسيري شويه وكندير لومبرياج وكندير المستوى الثاني وكنولي نضغط على الاكسيراتور وكنولي نحيد رجلي على لومبرياج، وديك الساعه كتولي كتطلع بيا السياره بشكل عادي. اذا هذه هي الطريقه الصحيحه باش كنطلع في العقبه، وهي طريقه سهله فقط كيخصني نتمرن عليها باش كتولي عاديه وتولي سهله بالنسبه للناس المبتدئين. لان في المبتدئين ضروري غتجيهم صعيبه في الاول، ولكن مع الممارسه فكتولي عاديه بحال راك سايق في الطريق مستويه. هذا كل ما كيتعلق بهذا الفيديو ديال العقبه. كنتمنى الشرح يكون واضح وتكونوا استفدتوا من الفيديو ان شاء الله، حتى نتلاقاو في شي فيديو جديد بحول الله. الى اللقاء.